حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل ايه؟ في ضيوف جايين لي وكده. اخدت عملت تورته جيني والقشر. هم عايزين ايس كريم كاساتا. فتعالوا دلوقتي نشوف هنعمله ازاي بقشر المانجا، مش بالمانجا. المانجا خدتها عملت بقى التورته، القشر بقى هاخده ونعمل له الايه، الايس كريم. خليكم معايا ونشوف هيطلع ايه. شوفوا ده لبن سقعان على ايه القشطه بتاعته. هنحط عليها لبن بودر لبن بودره كده، وهنحط عليها ايه كريم شانتيه دوت ايه، يعني يعتبر ربع كيلو ايه كريم شانتيه، اقل يعني توم كده. هنحطه ونبتدي بقى ايه معلقتين من السكر كده، ونضربهم بقى كويس. هجيلكوا بقى نشوف هنكمل ازاي. يا حبيبي انا خلصتها اهيت. هنجيب بقى صينيه مدهونه، بصوا مفيش شعريه زيت صغيره جدا. هنكب فيها ايه، اي صينيه عندك، هنكب فيها ايه جزء من الكريم شانتيه، مش كله. شوفوا بقى ده معلقتين نشا كبار مدوبين في حبه ميه. نبتدي كده نقلبهم ونحط عليهم عصير المانجا، ايه اللي هو القشر، يعني هنصفيه ونحط عليه. انا عصراه في الخلاط بسكر يا حبيبي. شو نقلبه بقى، نحطه على النار، مفيش يعني، يا دوبك يتماسك ونروح جايبينه اهو على النار اهو. لما يتماسك بقى ونروح جايبينه معانا اهو حبيبي. هي كده اهوت، انا حطيتها في الصينيه وديت هي عملتها. شوفوا القوام عامل ازاي، مهاش ناشفه قوي، مهاش يعني انا عايزاها سايح كده اهو، زي قوام الكريم شانتيه اهو. هنعملها كده بطريقه عشوائيه كده، مش نكبها مره واحده، لا هنقعد ايه كده، زي تدينا التشبيحات بتاعت الكاسات اللي احنا بنجيبها من بره كده. انا كل ده ما حطيتهاش لسه في الفريزر على فكره، كل ده بعملها وهي بره اهو، يجمد كله مره واحده. هنا بقى حطيت في نفس الحله اهي شويه كريم شانتيه على شويه جيلي، وهنقلبهم كده. شفتوا بقى الفكره، انا عملت 3 نكهات في حاجه واحده ممكن انتوا تجيبوا بقى نكهه جيلي لو انتوا عايزين، اللي هي المانجا، جيلي مانجا، وتحطوا بقى اهو كده. احنا عاملين ايه، يبقى دي الالوانات اللي بتيجي في الايه الكاساتا. شفتوا بقى اهو، نعملها برضو بطريقه عشوائيه كده. هندخلها بقى الفريزر، يعني بصوا مده كبيره، يعني بحيث ان هي تجمد جامد. ماشي، لما تطلع بقى نبقى نشوفها مع بعض بقت ازاي وطعمها ايه. يا جماعه شوفوا الايس كريم لما طلع تحفه ازاي صينيه اهي، تقطعيها كده مربعات زي الكاساتا بالظبط اللي كنا ايه اللي احنا بنجيبها، طبعا كلنا فاكرين. تعالوا بقى ندوق يا جماعه، شوفوا كلها ازاي. صدقوني احلى منها كمان. طب كلنا عارفين الكاساتا دي وكلنا كنا بنجيبها، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم. وانا حاولت ان انا بقدر الامكان اعملها اقتصاديه، يعني يوم حبه كريم شانتيه باكو جيلي، ممكن تعملي ده اي نوع فاكهه عندك، ممكن تعمليها عصير مكانه، ممكن موز مكان المانجا، عنب، عصير عنب وصفيه زي ما انت عايزه. بجد طعمها حلو جدا. دي كاساتة الايس كريم، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم، وجربوها قولولي ايه رايكم. ما تنسونيش بقى في لايك وكلمه حلوه منكم، واشوفكم على خير. باي باي.